فئة أفضل مشروع لتطوير ونشر المحتوى الرقمي العربي ومعالجات اللغة العربية فاز بها الأستاذ طه زروقي من الجزائر عن مبادرة مشاريع مفتوحة المصدر لمعالجة اللغة العربية، وهي مبادرة تقدم منظومة من الأدوات البرمجية طورت لخدمة المدقق الإملائي والمصحح التلقائي ومصرف الأفعال ومدونة النصوص المشكولة وقاموس التحليل الصرفي. محورنا التالي هو محور الإعلام، وفي فئة أفضل عمل إعلامي باللغة العربية فازت بها إذاعة الشارقة من الإمارات العربية المتحدة عن البرامج الثقافية. يستلم الجائزة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وتمثل المبادرة تجربة إذاعية لتنمية الثقافة والفكر والتشجيع على القراءة من خلال برامجها المتميزة العديدة. في فئة أفضل مبادرة في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر اللغة العربية فاز بها الأستاذ